السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع الكابتن إسلام. في الحلقة دي إن شاء الله بإذن الله ناوي أتكلم عن مشكلة كهربا، وأخيرا رد الفيفا على الاتحاد المصري لكرة القدم بأحقية كهربا في اللعب بدءا من مباراة المصري غدا 12/1/2023 بعد نهاية إيقاف كهربا. والحقيقة أنا عايز أبدأ كلامي بإن ده ما يعتبرش انتصار لكهربا على نادي الزمالك، او ان ده ضياع لحق نادي الزمالك في الغرامة الموقعة على كهربا. هتكلم عليها باستفاضة اكتر في نهاية الحلقة، لكن قبل ما اتكلم في الجزئية دي حابب ان انا اتكلم في جزئيتين دائما بيترددوا سواء في الاعلام الزملكاوي او جماهير الزمالك. الجزئية الاولانية وهي دايما يقول لك ازاي الاهلي يتعاقد مع كهربا وهو لاعب هارب من نادي الزمالك، وايه ازدواجية المعايير في النادي الاهلي وفي جماهيره ان هم يتعاملوا مع عصام الحضري او مع رمضان صبحي او مع احمد فتحي ان هم يعتبر لعيبه خاينين للنادي الاهلي في الوقت اللي الاهلي بيتعاقد فيه مع لاعب خان النادي بتاعه. في الجزئيه دي انا حابب ارد ان انت كنادي الزمالك او جمهور نادي الزمالك او المنتمين لنادي الزمالك من حقك تماما انك انت تاخد موقف من كهربا وتعتبره لاعب هارب من عندك، لان هو فعلا ساب نادي الزمالك في وقت حساس ومشي. ومن حقك انك تاخد موقف، من حقك انك تهاجمه، من حقك انك انت تفرح في اي تعثر يحصل ليه او في عدم نجاحه. كل ده انا ملتمس فيه العذر تماما لجماهير نادي الزمالك او لكل من ينتمي لنادي الزمالك. لكن انا كنادي الاهلي ايه دخلي في ان اللاعب هرب من عندك؟ دي مش قصتي انا. انت تاخد موقف ده حقك، لكن انا اخد موقف من اللاعب ليه؟ هو اللاعب هرب من عندي؟ يعني عصام الحضري لما هرب من النادي الاهلي، هل لما رجع على نادي الزمالك جينا احنا قلنا ازاي نادي الزمالك ياخد عصام الحضري وهو هربان من النادي الاهلي؟ ما قلناش الكلام ده. ليه؟ لان نادي الزمالك مش منوط بيه ياخد موقف من لاعب ما عملش معاه حاجه. عصام الحضري ما عملش حاجه مع نادي الزمالك، فليه نادي الزمالك وجماهيره ياخدوا موقف منه؟ نفس القصه تنطبق على كهربا. كهربا عمل الموقف ده او هرب من نادي الزمالك، انتوا تاخدوا موقف منه حقكم والتمسكوا العذر تماما في اي حاجه تعملوها عشان تاخدوا حقكم من كهربا. لكن انا اخد موقف من كهربا ليه؟ هو اساء للنادي الاهلي في ايه؟ او هو هرب من عندي؟ دي الجزئيه الاولانيه. نيجي بقى للجزئيه الثانيه اللي بنتكلم فيها، وهي الجزئيه بتاعت ان الاهلي هو اللي حرض كهربا على الهرب. الموضوع ده مع احترامي لاي حد بيقول الكلام ده، هنيجي نفترض ان انت كلامك صح وان الاهلي فعلا هو اللي حرض كهربا على الهروب. في جزئيتين، انا دلوقتي لاعب ههرب من نادي الزمالك عشان اروح النادي الاهلي، هل انا هقبل ان النادي الاهلي يحط لي شرط في العقد بتاعي ان في حالة حدوث اي غرامة انا اللي اتحملها كلاعب؟ اكيد لا. اكيد لو النادي الاهلي هو اللي محرضني فانا هرفض ان يتحط الشرط ده. ما تبقاش انت اللي محرضني وتحملني انا النتيجة، يا اما تاخدني بمشكلتي يا اما لا. يبقى هنا لو الاهلي محرض كهربا، يبقى ليه الاهلي حط الشرط ده في العقد؟ وليه كهربا اصلا وافق ان الشرط ده يتحط؟ هتيجي تقول لي والله كهربا عشان خاطر الجماهير وخايف ان الجماهير تهاجمه لو قال، وخايف الكلام ده كله، وخايف ان يتقلب عليه لو اعترف وقال ان الاهلي حرضه. همشي معاك. طيب دلوقتي العقوبة اللي وقعت على كهربا وقعت نص غرامتها على كهربا والنص التاني على النادي البرتغالي، نادي افيش البرتغالي. طيب كهربا هيعمل اعتبار وخاطر لجماهير النادي الاهلي. طب الغرامة اللي وقعت على نادي افيش البرتغالي، لو الاهلي كان متفق مع النادي ده على القصة دي بان هو ياخد كهربا 6 شهور عشان يرجع للنادي الاهلي تاني، فنادي افيش البرتغالي هيسكت ليه؟ ما الطبيعي ان هيحمل الغرامة دي على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو اللي كان متفق معاه على ان اللاعب هيجي له 6 شهور، وبالتالي النادي افيش وقعت عليه العقوبه وما اتكلمش وما قالش وما طالبش النادي الاهلي بيها. يبقى حته ان النادي الاهلي هو اللي محرض كهربا انا شخصيا استبعدها. ممكن اقول ان كهربا قبل ما يمشي، قبل ما هو ياخد قراره انه يمشي من نادي الزمالك، كلم النادي الاهلي وقال لهم ان انا هخلص نفسي واجيلكوا، فالاهلي قال له خلاص خلص نفسك وتعالى لنا، ما عندناش مشكله ويا مرحب بيك. لكن ان الاهلي يبقى هو اللي حرض، انا استبعد الحته دي. استبعد ليه؟ لسببين اللي قلتهم. اولا العقد، الشرط اللي محطوط في عقد الكهرباء بان هو اللي يتحمل الغرامه،
ولو الاهلي هو اللي محرضه استحاله كان اللاعب يوافق على الموضوع ده. الحاجه الثانيه ان نادي افريش البرتغالي يتحمل العقوبه ليه؟ لو النادي الاهلي اصلا هو اللي متفق معاه كان الطبيعي ان هو هيطالب النادي الاهلي بالعقوبه دي. نيجي بقى لقصه الفيفا وايقاف كهربا. مع الاسف ان جماهير الزمالك معظمها بتمشي ورا الاعلام الزملكاوي وقناه الزمالك وشله هزاز الرؤوس اللي بيطلعوا عليها في الكلام بتاعهم، ولما نيجي نخش في مجادله معاهم او نتكلموا نقول لهم يا جماعه الموضوع لا بمزاجي ولا بمزاجك ولا هي بالانتماء ولا هي بالاهواء، الموضوع لوائح وقوانين. يجي يرد يقول لك ايه؟ منين اللاعب عليه عقوبه وما دفعش العقوبه بتاعته ويلعب هو هيتوقف 6 شهور تاني؟ يا سيدي ده لوائح، ده الكلام ده في لوائح بتقول. محدش قال ان الزمالك هيخسر حقه ومحدش قال ان الكهرباء مش مطالب يدفع، لكن في لوائح بتقول ان اللاعب بيتوقف بحد اقصى 6 شهور، ومن حق النادي التاني في حاله عدم الدفع ان هو ياخد موقف ولكن بعد 3 فترات قيد. عدى فترتين قيد من حق نادي الزمالك ان هو يصعد الموضوع مره اخرى ويضمن حقه، وممكن اللاعب يتوقف تاني ولكن بعد 6 شهور. يعني كهربا يلعب 6 شهور وبعد كده الزمالك ياخد موقف وممكن اللاعب يتوقف تاني، لكن حق الزمالك مش هيضيع. لما نيجي نقول الكلام ده يقول لك لا 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 انتوا بيب انتوا مش فاهمين حاجه. يا عم دي لوائح، احنا ما بنتكلمش عشان انا اهلاوي ولا انا عاشق ودايب في غرام كهربا ولا انا كاره للزمالك، احنا بنتكلم ورقه وقلم، لوائح وقوانين. هي دي مشكله دايما جماهير الزمالك لما تيجي تخش معاهم في مجادله، دايما هم عندهم الصح هم اللي هم شايفينه من وجهه نظرهم طبقا لانتمائهم ورغبتهم، مش الصح الورقه والقلم بتقول ايه، مش الصح القانوني ايه، مش الصح المفروض ايه. زي ما كده يقول لك هو الاهلي ليه يشارك في كاس العالم للانديه وهو وصيف دوري ابطال افريقيا؟ ليه الاهلي يشترك اصلا في دوري ابطال افريقيا وهو ثالث الدوري؟ تيجي تتكلم معاه باللوائح والقوانين يقول ما لا ماليش دعوه. هو عاوز يقتنع بانتمائه، يقتنع بفكره، يقتنع باللي هو حبه، يا يحصل اللي هو حبه يتماشى مع فكره وانتمائه، يا اما مجامله يا اما مؤامره يا اما لكن ان هو يقتنع بالصح ايه مش هيقتنع. زي برضو كده مشكله مروان عطيه، يجي يهددك وهيقف وهنجيب ايقاف للاعب واللاعب مضلنا واللاعب مش مضلنا. يا جماعه ما ينفعش اللاعب يبقى على عهده نادي وفي عقد مستمر ما بينه وما بين النادي بتاعه وانت تروح تمضيه تقول والله ده رئيس النادي بعت لنا ان احنا من حقنا ان احنا نتفاوض. ماشي انا معاك، بعت لنادي الزمالك من حقه ان هو يتفاوض مع اللاعب مروان عطيه، لكن هل ده يديك الحق ان انت تمضيه من غير ما توصل لاتفاق مع اداره النادي؟ مش من حقك تمضيه. واللاعب مروان عطيه ولا هيتوقف، ولو اتوقف مروان عطيه الزمالك هتوقف فترتين قيد. ده قانون مش بمزاجي، مش انتماء، مش انا عايز كده. هتلاقي الاعلام الزملكاوي واليوتيوبر الزملكاويه وصفحات الزمالك كل بيقول لك مروان عطيه هيقف، مروان عطيه هيتعرض للايقاف، ونادي الاهلي هياخد غرامه وكلام ما هوش صح وبعيد تماما عن القانون وعن الواقع، وهتلاقيهم بيرددوه عشان هو ده اللي يتماشى مع اهوائهم ورغباتهم. لكن لما تيجي للصح هتلاقي في الاخر كل كلامهم ده غلط ومروان عطيه هيلعب. بغض النظر بقى اللاعب ينجح او ما ينجحش، يوفق او غير يوفق، اللاعب يستاهل او ما يستاهلش، احنا بنتكلم قانون، بنتكلم ورقه وقلم، مش بنتكلم اهواء. دلوقتي انا عملت الحلقه دي بعد الموضوع دوت عشان اثبت لهم او اثبت للزملكاويه ان لما بنيجي نتكلم معاكم احنا مش بنتكلم بانتمائنا. ده الفرق ما بيننا وما بينكم، احنا مش بنتكلم بانتمائنا، احنا بنتكلم بلوائح وقوانين. تبقى في صفنا تبقى ضدنا، مش هي دي قضيتنا، مش هي دي اللي تهمنا. اللي تهمنا اللوائح والقوانين. انا كده خلصت حلقتي، ويا رب دايما اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.